انطلق المنتخب الجزائري في تربصه التحضيري لنهائيات كأس أفريقيا 2024 بكوت ديفوار يوم الأحد الفاتح من يناير 2024 في العاصمة الطوغولية لومي. ودخل المنتخب الجزائري التربص بتشكيلة مكتملة من 25 لاعبا على رأسهم قائد المنتخب رياض محرز. تخلل هذا التربص مباراتين وديتين، الأولى أمام منتخب الطوغو يوم الجمعة 5 من يناير التي انتهت بثلاثية نظيفة من توقيع كل من المدافع رامي بن سبعيني بثنائية والمهاجم إسلام سليماني بهدف. كما نال يوسف عطال بطاقة صفراء، وكذلك الأمر لجمال بالماضي الذي تحصل هو الآخر على بطاقة صفراء بسبب احتجاجه على الحكم الرئيسي بسبب تدخل عنيف على القائد رياض محرز. كما عرفت المباراة تسجيل رقم قياسي للمدافع رامي بن سبعيني الذي أصبح على رأس قائمة المدافعين الجزائريين الأكثر تسجيلا بوقع 8 أهداف، متفوقا على المدافع المعتزل عنتر يحيى. ويمكن لبن سبعيني أن يعزز صدارته لا سيما وأنه في 28 من عمره والمشوار أمامه طويل. أما المباراة الودية الثانية أمام منتخب بوروندي يوم الثلاثاء 9 من يناير التي انتهت برباعية نظيفة، حيث سجل الأهداف كل من بونجاح، محرز، سليماني وعمورة. وبهذا يكون المنتخب الوطني قد أنهى تحضيراته ويطير إلى كوت ديفوار لخوض نهائيات كأس الأفريقية في أتم الاستعداد والجاهزية لإفراح